متابعي ياز نيوز، السلام عليكم. منذ يوم الجمعة 15 نوفمبر التزمت الجزائر الصمت على حادث تحطم طائرة نقل عسكرية كانت متجهة إلى تندوف، وعلمنا أن الطائرة الروسية الصنع من طراز إليوشن IL-70 كانت متجهة نحو قاعدة تندوف الجوية العسكرية. وكانت الطائرة التي تحطمت بمنطقة داخل ولاية البيض تقل عناصر من ميليشيات البوليساريو المسلحة ومدربين عسكريين كوبيين، فضلا عن جنود جزائريين. وللتذكير، استقبل إبراهيم غالي على هامش مشاركته في احتفالات الأول من نوفمبر بالجزائر العاصمة نائب وزير الدفاع الكوبي الجنرال خواكين كوينتاس سولا. وبحث الطرفان آخر تطورات القضية الوطنية والعلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفادت وكالة فرونت للأنباء. وعقب هذا اللقاء مباشرة أعلن المعارضون الجزائريون عن قرب وصول مستشارين عسكريين كوبيين إلى معسكرات التندوف حتى يتمكنوا من تقديم خبراتهم لأعضاء جبهة البوليساريو. وفي الجزائر العاصمة أجرى الجنرال الكوبي محادثات مع قائد الجيوش الجزائرية سعيد شنقريحة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. متابعي ياز نيوز، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ليصلكم الجديد لحظة نشره. شكرا.